السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله نشرح مع بعض منهج الصف الثاني الابتدائي، وهنبدأ من كتاب المعاصر. هتكلم عن الوحدات اللي موجودة في المنهج. الوحدة الأولى let's get started، يعني هيا بنا نبدأ. الوحدة الثانية اسمها colors shapes and numbers، يعني الألوان والأشكال والأرقام. الوحدة الثالثة اسمها classroom actions and routines، يعني الحاجات اللي انت بتعملها اليومية والحاجات اللي بتعملها في الفصل. الوحدة الرابعة اسمها everyday life، يعني الحياة اليومية. الوحدة الخامسة اسمها my home، يعني منزلي أو بيتي. الوحدة السادسة اسمها rooms at home، يعني الحجرات أو الأوض اللي موجودة في البيت. يلا بينا نبدأ مع بعض منهج الصف الثاني الابتدائي، المنهج الجديد. الدرس الأولاني في الوحدة الأولى. اول حاجه هنا الكلاس روم greetings، يعني الحاجات التحيات اللي بنقولها في الفصل، اللي بنقولها لبعض في الفصل. ممكن اقول كلاس روم وممكن اقول كلاس روم، النطقين صح. فبيقول لي هنا اول حاجه التحيات اللي هنقولها في الفصل greetings. اول حاجه بيقول good morning. good morning good morning good morning، قول ورايا good morning good morning. تاني حاجه الكلمه دي معظمنا بينطقها غلط، hello hello hello، يعني مرحبا، اهلا بيك يعني. الكلمة الثالثة اللي هي goodbye، يعني الى اللقاء او مع السلامة. بعدين في تحت كلمات اضافية. اول حاجة اللي هو كرسي، السي اتش بتتنطق تش، فنقول chair chair chair، يعني كرسي chair chair. الكلمة التانية مكتب، يعني desk desk. الاي بتبقى صوتها يعني مش بنكسر جامد قوي، فنقول desk desk desk. الكلمة التالتة اللي هو قلم رصاص هنقسمها، فهنقول pencil 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 pencil. البي بنطلع فيها هواء، البي دي بنطلع فيها هواء. وخد بالك السي اتنطقت س، لان جه وراها اي. خد قاعدة عندك اكتبها في الكراسة، السي لما يجي وراها اي او اي او واي تتنطق س. pencil pencil pencil. بعد كده عندي مسطرة ruler 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 ruler. نعيد الكلمات تاني، التحيات اللي فوق. أول حاجة صباح الخير good morning good morning good morning hello hello. بعد كده goodbye goodbye. تحت chair chair desk desk pencil pencil ruler ruler. وانا بشرح هتلاقي فيه قواعد تأسيس انا بقولها، مثلا صوت الاي الطويل، صوت الاي الطويل. في قواعد معينة بقولها احتفظ بيها في الكراسة بتاعتك. يعني مثلا الكلمات الجديدة اللي هشتغلها دلوقتي، مثلا كلمة يقول. يقول فيها اي واي، فده اللونج اي، صوت الاي الطويل، فبننطقهم مع بعض اي، فاقول say. فلو جت كلمة بعد كده way day، اي كلمة على الوزن ده تعرف تقراها. فانا بديك قواعد ثابتة ان انت تقرا عليها بعد كده. يبقى الاي واي صوتهم اي، فنقول say، وده صوت الاي الطويل say. بعد كده يتعلم، يعني learn learn learn. قرر ورايا learn learn learn. يساعد help help help. يعلم او يدرس، زي ما انا بعلمك دلوقتي او بدرس لك teach teach teach. يعني هنا الاي اي ده صوت الاي الطويل، اللونج اي بنطقها باسمها، فاقول تي اي. فعشان كده قلت تيتش. والسي اتش زي ما قلنا قبل كده صوتها تش، فنقول تيتش تيتش. بعد كده يجلس، يعني sit down sit down. يجلس على sit on sit on. اسم يعني name name، زي لما اقول my name is إسراء، يعني اسمي يكون إسراء. اسم هنا فيها لونج اي، صوت الاي الطويل. عندي اي سحرية في اخر الكلمة ما بتتنطقش وبتطول لي صوت الاي، فنقول name. مدرس يعني ايه teacher teacher. لو خدنا بالنا شبه كلمة teach، يعلم أو يدرس، الجزء الأولاني بس أنا حطيت لها في الآخر er، فادتني بقى الإيه الشخص اللي هو المعلم. فقلنا teacher teacher teacher. قول ورايا teacher. بعد كده عندي كلمة مدرسة school school school.
هنا عندي ال H silent مش بنطقها. بعد كده عندي تلميذ أو طالب ليها اللي هو أنت يعني ليها نطقين. ممكن أقول student student أو student، دي صح ودي صح. student student. طيب يعني kind kind kind. صديق يعني friend friend friend. تحت في تعبيرات مهمة بيقول لي في نهاية اليوم at the end of the day. خلي بالك أنا قلت the end. the end ليه قلتها؟ لأن بعد ذا لما يجي حرف متحرك بنقول عليها the. فقلت at the end of. اسمها of لما نلاقي o f فنقول عليها of. لكن o f اللي هي مقفول off، في فرق ما بينهم في النطق. of the day دي قلتها ذا عادي ليه؟ عشان جه بعدها حرف ساكن. الدي اللي في داي حرف ساكن فقلت عليها the day عادي. لكن في end الاي حرف متحرك فقلت the end. تمام. نيجي بقى عند اللي جنبها من الناحيه التانية اللي هي هل يمكنني ان اجلس. لما اكون بطلب طلب مؤدب وعايزه اقول هل يمكنني بقول may I. اي طلب مهذب بنقول may I. فبيقول may I sit down يعني هل يمكنني ان انا اجلس. ندخل بقى على جزء الريدنج القرايه. هنا بيقول ايه الولد ده؟ بيقول hello my name يعني اسمي. my يعني ملكي يعني حاجه بتاعتي. لما اقول my name يبقى اسمي. my book كتابي. فبيقول my name is احمد. اسمي يكون احمد. I sit on انا بقعد على a chair. يعني حاجه واحده. a chair يعني على كرسي. المفرد بيجي قبله بعد كده بيقول ايه؟ at school يعني فين؟ في المدرسة. بيقول my teacher يعني معلمي أو مدرسي is kind طيب أو عطوف. she helps me learn بتساعدني يعني المدرسة بتاعتي دي. ما هي teacher تنفع مدرس أو مدرسة، تنفع للبنت وتنفع للولد. بيقول بيساعدني ان انا اتعلم. بيقول at the end of the day في اخر اليوم لما بيخلص اليوم الدراسي بيقول ايه بقى؟ I say يعني انا اقول. بيقول ايه؟ goodbye. نقرا تاني القطعه. hello my name is احمد. I sit on a chair at school. My teacher is kind. She helps me learn. At the end of the day I say goodbye. في اخر اليوم بقول مع السلامه. طب ايه اللي انا ممكن اتعلمه او استفيده من القطعه اللي انا قريتها دي؟ ما هي كل حاجه لازم اشوف الاستفاده اللي انا طالعه بيها، ما كنتش بقرا وخلاص. بيقول لي to introduce yourself عشان تقدم نفسك لحد. يعني مثلا انا قابلت صاحب ليا جديد مثلا فعايز اقدم نفسي ليه، اعرف نفسي بيه واقدم نفسي. اقول ايه؟ hello my name is هبه. يعني بقول my name واقول is وبعدين احط اسمي. التانية هترد عليا وتقول لي ايه؟ hello my name is منى. يبقى انا كده عرفت الطريقه اللي بقدم بيها نفسي. hello my name is واحط الاسم. بعد كده التاني هيرد عليا ويقول لي برضو hello my name is ويحط الاسم بتاعه. يبقى انا كده عرفت اقدم نفسي. تعالى نحل كويز كده صغير عشان نشوف مدى فهمنا للمعلومه. اول حاجه لما اجي اسال حد على اسمه اقول له ايه؟ اقول له what's your name. يعني هختار في رقم واحد what يعني ما اسمك، اسمها ايه؟ what's your name. I am احمد. رد قال I am احمد. تاني حاجه انا دلوقتي اتعرفت على حد مثلا وعايزه اقول له اهلا انا فلانه الفلانيه مثلا I am منى I am محمد اي اسم. فهقول ايه؟ هقول hello. ده رقم 2. رقم 3 my name مفرد. المفرد بياخد ايه؟ my name is هبه. my name بتاخد is. يلا بينا نرتب تحت. اول حاجه قلناها من شويه اهو what's your name. تاني حاجه my name is عمرو. يلا نحل الأسئلة اللي على الدرس ده. رقم 1 بيقول لي my A is رنا. يبقى my name is اسمي يكون رنا. رقم 2 we say احنا بنقول good A in the morning في الصباح. انت الصبح هتقول good A good morning in the morning. رقم 3 my A helps me learn at school. مين اللي بيساعدني ان انا اتعلم في المدرسة؟ اكيد my teacher. رقم 4 I sit on أنا بقعد على إيه؟ on a chair بقعد على كرسي. رقم 5 go to school every day to learn. بيروحوا المدرسة كل يوم عشان يتعلموا. يا ترى مين اللي بيروحوا المدرسة كل يوم عشان يتعلموا؟ مين الفاعل هنا؟ students.
يعني التلاميذ، أكيد التلاميذ اللي بيروحوا كل يوم المدرسة عشان يتعلموا. رقم 6 we say، احنا بنقول at the end of the school day، يعني في آخر يوم المدرسة بنقول ايه؟ أكيد بنقول goodbye. رقم 7 my not is very kind، عايزة أقول هو عطوف جدا، هقول my friend ولا my desk مكتبي ولا صديقي؟ أكيد my friend is very kind، صديقي عطوف جدا. رقم 8 my teacher helps me، المدرس بتاعي بيساعدني. يا ترى بيساعدني at فين؟ في الأوفيس المكتب ولا السكول المدرسة؟ أكيد السكول المدرسة. رقم 9 there are many chairs، يوجد there are يعني يوجد للجمع، there are many يعني كثير، كثير من ايه بقى؟ chairs الكراسي، and ايه in the classroom، في ايه في الفصل كتير؟ الديسكس ولا trees؟ اكيد desks، يعني المكاتب اللي هي الحاجات اللي بنسند عليها واحنا بنكتب. رقم 10 لما باجي اسال حد على اسمه اكيد هقول له what's your name، فهختار what يعني ما او ماذا، ما اسمك. بعد كده الجزء ده مهم جدا، ان انا اكون جمله look and write a sentence under each picture، يعني انظر واكتب جمله اسفل كل صوره. دي مهمه قوي. طب لما اجي احلها ازاي؟ اول حاجه حاطط لي صوره كرسي، الكرسي ده عاقل ولا غير عاقل؟ اكيد غير عاقل، فياخد ضمير ايه؟ ياخد it، فاقول it's a chair، دي جمله ممكن اكتبها it's a chair، لان it بتاخد is فهتبقى على بعضها it's a chair يعني انه يكون كرسي. او ممكن اقول زي ما خدت في الدرس I sit on a chair، انا بجلس على كرسي. هنا عندي صورة راجل ولد يعني، فياخد ايه؟ he، فاقول he is a teacher، هو يكون مدرس. او ممكن اقول زي ما خدت في الدرس بتاعي، اقول my teacher is kind، معلمي او مدرسي يكون ايه؟ عطوف. ده صح وده صح، يا اما اكون جمله عن طريق ان انا اكتب الضمير اللي انا شايفاه قدامي، يا اما ان انا اكتب الجمله اللي خدتها في الدرس. ده صح وده صح، بس اهم حاجه يكون عندي اول حاجه الفاعل، الحد اللي عمل الحاجه، ممكن يبقى ضمير وممكن يبقى اسم. بعد كده الفعل، بعدين بقيه الجمله. لازم ترتيب الجمله بتاعتي يكون صح، لازم ترتيبها وتركيبها يكون صح. السؤال ده بيقول لي read order and write، يعني ايه؟ اقرأ وبعد كده رتب بعد كده اكتب. اول حاجة احنا خدنا في الدرس بيقول لي my teacher helps me learn، خدنا دي في الدرس اللي هو معلمي بيساعدني ان انا ايه؟ helps me يعني بيساعدني على ايه؟ ان انا learn اتعلم. my teacher helps me learn. رقم 2 قلنا اي طلب مهذب، الطلب المؤدب بنقول may I، نحفظها may I بعدين احط الطلب اللي انا عايزاه. may I sit down، هل يمكنني ان انا اجلس؟ رقم 3 لما اجي اقول I بتاخد ايه؟ بتاخد am، يعني انا اكون I am علي، انا اكون علي، يبقى I بتاخد ايه؟ من verb to be، من فعل يكون. I بتاخد am. اكيد اي تأسيس سليم لازم ابقى عارف الضمائر واعرف بتاخد ايه من verb to be، ده مفروض تبقى عارفه من التأسيس. هنا بيقول لي read and match يعني اقرا ووصل. اول حاجه خدناها وحفظناها رقم 1 I sit on، انا بجلس على ايه؟ a chair، بقعد على كرسي. رقم 2 my teacher، اكيد my teacher لازم يجي بعدها فعل، فما ينفعش اقول me على طول at school، لازم helps me، فدي ما ينفعش اخدها اللي هي رقم ايه. ده السبب اللي انا ما خدتش رقم ايه. طب هاخد رقم ايه؟ هاخد رقم بي. 2 هتبقى مع بي، فاقول my teacher is kind، هنا عندي الفعل موجود وانا قلت ان لازم ترتيب الجمله وتركيبها يكون صحيح، فاعل بعدين فعل بعدين بقيه الجمله. فماي teacher هتاخد is اللي هي من verb to be، من فعل يكون. يبقى انا كده عندي الفعل ايه؟ الفعل is. لازم تكون عارف verb to be وحافظ كل حاجه بيجي معاها ايه. ممكن ترجع لكورس الجرامر اللي انا شارحاه على قناتي، تعرف منه تفاصيل الجرامر الاساسيه عشان تكون الدنيا متظبطه عندك وتكون متاسس تاسيس سليم. هنقرا من البوكس اللي فوق ده اللي احنا شايفينه، وبعد كده هنحطه في النقط. اول حاجه احنا حفظناها what's your name، يعني هنحط في النقط رقم 1 هنحط is وبتتقال على بعضها what's. رقم 2 my نقط is ندى، حاطلي اسمي يبقى اكيد my name. نيجي للسؤال التاسع هنقرا برضو من البوكس اللي فوق ده ونحطه في النقط. احنا حفظنا كتير قوي I sit on a chair، انا بقعد على كرسي. رقم 2 حفظناها برضو my teacher helps me learn، مدرسي بيساعدني ان انا اتعلم.
يبقى أنا لازم أعرف الجمل اللي في الدرس كويس. آخر سؤال عندنا بقى في الأسئلة إن أنا هاقرأ القطعة دي وأجاوب على الأسئلة، فلازم أفهم القطعة كويس أوي عشان أعرف أجاوب على الأسئلة. أول حاجة بتقول لنا إيه البنوتة دي؟ بتقول I am Sarah، أنا أكون سارة. I go to school every day، أنا بروح المدرسة كل يوم. My school، مدرستي is تكون very big، يعني المدرسة بتاعتي كبيرة. very big يعني كبيرة. بعد كده بتقول there are many classrooms at school، يوجد للجمع زي ما قلنا. there are دي يوجد للجمع. many يعني كتير. عندها ايه في المدرسة كتير؟ الكلاس رومز، الفصول كتيرة. بتقول in the classrooms، في الفصول في ايه بقى؟ there are many chairs، في كراسي كتير. desks يعني مكاتب. rulers مساطر. and books. أول حاجة سارة goes to every day، سارة بتروح فين كل يوم؟ بتروح السكول، بتروح المدرسة. goes to school every day. رقم 2 بيقول the school، المدرسة is very تكون very في القطعة موجودة very big، كبيرة قوي. كده نكون خلصنا شرح الدرس الأولاني في الوحدة الأولى. المرة الجاية إن شاء الله هنتقابل في شرح الدرس الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.